قلب مصر الجديدة وبين زحمة الشوارع وحكاياتها هتلاقي مكان ممكن تعدي جنبه كتير من غير ما تعرف إنه كان جزء من حياة الملك فاروق الأول. استراحة غرناطة، واحدة من الأماكن اللي لسه شايلة ملامح زمن مختلف، زمن كانت فيه التفاصيل ليها معنى والهدوء جزء أساسي من المكان. الاستراحة دي كانت مخصصة للراحة بعيدا عن القصور الرسمية، وده واضح في تصميمها البسيط الهادئ. مساحات مفتوحة، إضاءة طبيعية، ولمسة معمارية بتعكس ذوق فترة الملكية. وانت بتتجول جوه المكان هتلاحظ إن كل ركن فيه شايل حكاية، من شكل الأرضيات لتفاصيل الحوائط وحتى الأبواب اللي لسه محتفظة بروحها القديمة. المكان مش بس مبنى، ده شاهد على فترة مهمة من تاريخ مصر، فترة كانت فيها مصر تحت الحكم الملكي قبل ما تتغير ملامحها بالكامل. ورغم مرور السنين الاستراحة لسه محتفظة بجزء كبير من طبيعها الأصلي، كأنها بتقاوم الزمن وبتحكي اللي حصل من غير كلام. النهاردة بقت جزء من منطقة غرناطة، لكن قيمتها الحقيقية لسه موجودة في كل تفصيلة وفي كل زاوية. أما السؤال الحقيقي هو كام مكان زي ده موجود حوالينا وإحنا مش واخدين بالنا منه؟